ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي، يتأجل، زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين، في غزة. الموضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض. بس ما فيش حاجة بتحصل. يعني تقريبا لحد الوقت اللي أنا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عمالة تموت وما فيش حاجة بتحصل. ف... فأنا إزاي هروح أعرض و... والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ أنا حاسس، معلش سامحوني لو إحساسي أوفر شوية، بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط. يعني إن أنا خذلتهم، مش عارف أعمل لهم حاجة. يعني كفاية علينا السكوت اللي إحنا فيه كلنا ومفيش حد بيعمل لهم حاجة. فكمان أنا مش هبقى ساكت بس، يعني أنا كمان عمال أهزر وأغني وأرقص، واللي بيحصل في فلسطين. فأنا بعتذر جدا عن إن أنا أشارك في موسم الرياض. و... والمشكلة إن دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضية كل مسلم. في المقام الأول هي قضية كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين إن هم يساعدوا إخوانهم في غزة ويحاولوا يقدموا لهم أي مساعدة. فأنا دلوقتي ما فيش حاجة أقدر أعملها، زي ناس كتير جدا نفسنا نعمل حاجة ونساعد، بس للأسف مش قادرين نعمل لهم حاجة.